السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أنا نجوى ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض دوناتس بطريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة معايا 300 جرام من الدقيق بنخلهم. معايا حوالي 60 جرام من الزبدة أو معلقتين كبار. أنا هنا مستخدمة سمنة بلدي، معلقتين كبار. معلقة خميرة فورية كبيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقتين سكر كبار، ومعلقة خل، و3 معالق حليب بودر، وحوالي نص كوباية مية، وبيضة. والمكونات كلها تبقى بحرارة الغرفة. بدمجهم كويس مع بعض، ومعايا رشة فانيليا. بقلبهم كويس، المكونات كلها كويس، وبضيف المية وببدأ اعجن. اقلبهم شوية شوية لحد ما يمتزجوا. بعجن بايدي، بفضل اعجن حوالي 5 دقايق تقريبا لحد ما العجينة تتلم ومتبقاش تلزق الا حاجة بسيطة بس، تبقى ناعمة بالشكل ده. بغطيها بستريتش راب لمدة ربع ساعة او تلت ساعة على حسب الجو، يعني على حسب ما تخمر، بس هي مش ما خدتش اكتر من تلت ساعة. هنا كانت العجينة خمرت، ف بهبطها شوية كده وبرش رشة دقيق في الصاج، وبشكلها، بعملها كلها مقاس واحد، قطع صغيرة مقاس واحد. بحاول اخليها كلها مقاس واحد. هي تقريبا خدت من 12 ل 13 قطعة. وبغطيها تاني ترتاح شوية حوالي ربع ساعة. هنا بنخمر مرتين، مرة في العجين، ومرة بعد كده بعد ما بنقطع العجين. بستفهم كويس وبحط عليهم فوطة. هنا كانوا خمروا، ابتدي اشكلهم. التشكيل بطريقة سهلة وبسيطة من غير قطاعة، يعني انا عندي القطاعة بس انا استخدمت الطريقة دي عشان اللي حابب يستخدمها. بعمل فتحة في النص كده وبلفها زي العجلة، وبحط كل قطعة على ورقة زبدة، وبستعمل بحرص علشان ما تهبطش الخميرة، ما تهبطش، لان العجينة هشة جدا وطرية. بعمل كل واحدة وارصها على ورقة الزبدة بنفس الطريقة. هي طريقة سهلة، جربوها تلاقوها سهلة جدا من غير قطعة ومن غير حاجة. القناة دي انا فاتحاها جديد، وده تاني فيديو ليا، واول فيديو يطلع بصوتي، فياريت تدعموني بقى لو عجبكم الحاجات اللي بقدمها. هي بصراحة الدوناتس كانت جميلة وهشة، عجبت الولاد، حلوة قوي، ممكن تجربوها. هي مش بتاخد وقت واقتصادية. هنا كنت بدور على ورقة زبدة فملقتش فزنقتها عادي، يعني كل حاجة بتمشي. هنا اغطيها حوالي 5 دقايق يعني ترتاح. خلاص انا رايحة دلوقتي احمرها. هنا حمرتها، التحمير في زيت غزير على نار هادية علشان ما تتحرقش وتستوي من جوه. هنا بقى الجناش ده اللي انا حطيتها هنا في النوتيلا، مسيحاها بزيت، زيت يكون نظيف من غير ريحة، زيت كويس يعني. وعاملة جناش شوكولاتة و... وكريم شانتيه. كان عندي كريم شانتيه حطيته على شوكولاتة بيضة. هنا لما حطيت دول على شوكولاتة بيضة رجعت شلتهم تاني، حد من الولاد قال لي يا ماما خليه كله نوتيلا،
فغيرت رأيي. كله بنفس الطريقة، هي طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. هنا ده الجناش، كريم شانتيه مسيحاه على شوكولاتة بيضة، وهنا شوكولاتة خام مسيحاها برضو كده. خلاص خلصت الكمية كلها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم ادعموني واشتركوا في القناة.